هذا يسموه او ار تي. صاير يم المكتبة. السلام عليكم، صباح الخير، وياكم بيوم جديد. اليوم عندي يوم الجمعة، بس لازم اتحضر واطلع للمسجد. بعدني ما متريق، اليوم متأخر حيل، اجواء كالعادة مطر. خليت اتريق واتحضر صلاة الجمعة بعدين اطلع. اليوم اصلي الجمعة بمسجد الجامعة ان شاء الله، من هناك مباشر للمختبر اروح. اليوم ايضا عندي شغل بالمختبر. هاي اخر مرة حطيت التراب هنا، غطيت بيها الجذور لان اخر مرة الهواء كان مطير التراب كله تقريبا. هذا الفطور مالتي اليوم، هاي 4 بيضات وقلاص شاي. تبدلت الخطة، صليت بالجامع القريب لما مضى الوقت، هسه طالع للجامعة. الخطوة مال اليوم كانت عن الحوادث المرورية والأخطار على الشارع. الشخص قبل ما يطلع المفروض يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يترك صلاة قبل ما يطلع، يكون منتبه، يبتعد عن التشتت، يلتزم بالإشارات المرورية. والابتعاد أهم شيء عن الرود ريج اللي هي يسموها الغضب أثناء القيادة. مثلا شخص كسر عليك تكسر عليه النوب وتسوي له حادث لا سمح الله. هاي خطبة اليوم. هسه خليني اطلع للجامعة اكمل الشغل مالتي. اكثر الطرق الرئيسية حاليا بها مثل هاي القطع بنص الطريق، يسوون هذا يسموه او ار تي. هسه احط لكم صورة الشكل مالته او نفس اللي بالعاصمة. ما ادري اذا مبين بين الحواجز، بس دا يحفرون ودا يسوون اعمدة الظاهر. يعني الجو كلش حلو، مطر خفيف. خل اخذ لي هسه شوي استراحة، رايح للمقهى مال الجامعة. اقل من 5 دقائق عن القسم مالتي، صاير يم المكتبة. خلصت من المقهى، هسه راجع للمختبر ان شاء الله، شوف تجربتي ايش صار بيها. من الجراج من يم السيارة نزلت اشرب مي لان عايف البطل هنا، وصليت المغرب. بعد شي ساعة تقريبا واخلص. ما ادري يظل وقت للجيم لو لا، لازم استعجل. اشوفكم من اخلص. وصلت للبيت، خلصت التجربة مالتي، باكر النتيجة مالتها باكر اروح اشوفها. بس خل اروح للتمرين وارجع لكم بعد التمرين لان مضى الوقت، الساعة 9:05 تقريبا، 9:10 بالليل. خلص تمرين ارجع لكم بالوجبة كالعادة. بدلت ملابسي وهسه نازل للتمرين، راح اخذ لي لفة مال دجاج وانزل. كلش جوعان. هذا اليوم تعذيب مو تمرين. الحمد لله خلصت التمرين بس كان كلش صعب. بس اكو شيء جديد انه الاوزان بدأت تزيد. احس التمرين اسهل يعني. بس يبقى الوقت انه يحتاج الى وقت التمرين، ومع العلم ما دا اسوي كثير تمارين. مثلا الباي تمرينين، الظهر 4 تمارين، وهاي خلصت كل التمارين مالت اليوم. يحتاج يمكن اغير النظام التدريبي مالتي، بس يمكن الوقت بعده مبكر على هيك شيء. ان شاء الله بالمستقبل اكيد يتغير. هذه الوجبة مالتي اليوم، سلطة وبرياني ويا دجاج ولبن. مفروض هسه اروح الحاسبة، عندي كثير شغلات احضرها الباكر، وايضا اروح اكمل مونتاج الواحد من الفيديوهات ان شاء الله. اشوفكم باكر ان شاء الله بفيديو جديد. لا تنسون تكتبون تعليق حلو ايضا. السلام عليكم، تصبحون على خير. هاي اغلى بس انه مستخلصة بس من الحليب. هاي مخبوطة ويا نباتي ايضا، هاي همين. هاي حلوة، هاي الشغلة اول مرة اشوفها. برجر جاهز هو والخبزاية مالته. هاي حاليا بعد ساعة من التبريد، حطيتها بباب الثلاجة.